وعن أهم شيء في موضوعنا هي قيامة المسيح، وأول دليل عنها هو القبر الفاضي. الأناجيل كلها بتقول إن تلاميذ المسيح لقوا القبر فاضي يوم الحد بعد الصلب. حتى الناس اللي كانوا ضد المسيح اعترفوا إن القبر كان فاضي، واتهموا التلاميذ إنهم سرقوا الجسد بحسب إنجيل متى 28 الآيات من 11 ل 15. الاتفاق الواسع على إن القبر كان فاضي حتى من الناس اللي كانوا ضد المسيح بيشير لحقيقة تاريخية محتاجة تفسير، والاختلاف في تفسير سبب فراغ القبر بيوضح أهمية الموضوع ده. والسبب الثاني هو ظهور المسيح بعد القيامة. العهد الجديد فيه إثباتات وروايات كتير عن ظهور المسيح لتلاميذه والناس تانيين بعد ما اتصلب. الظهورات دي متسجلة في العهد الجديد، وبالتحديد في الأناجيل وفي رسائل القديس بولس الرسول. ولو نظرنا إلى رسالة كورنثوس الأولى 15 من 3 ل 8: فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم لل12، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باقي إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب، ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا. يعني كورنثوس الأولى اللي فيها العقيدة المسيحية المبكرة لقيامة المسيح بترجع لسنين قليلة بعد الصلب، والظهور ده حصل لأفراد ومجموعات مختلفة في أوقات وأماكن مختلفة، وكان فيه تفاعلات جسدية زي اللمس والأكل. الروايات الكتير والمتنوعة عن ظهور المسيح بعد قيامته بما فيها العقيدة المبكرة في كورنثوس الأولى بتقدم دليل قوي على إيمان التلاميذ إنهم شافوا المسيح بعد ما قام من بين الأموات، واستعداد التلاميذ إنهم يتحملوا الاضطهاد وحتى الموت علشان إيمانهم. ده بيزيد مصداقية الموضوع.